السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم أحمد المصري لفرش العرايس. نسمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهني ويبارك للعروسين يا رب ويجمع بينهما في خير. معاكم فيديو جديد من فيديوهاتي في فرش العرايس. فيديو النهاردة عن المطبخ. ده المطبخ، اللهم بارك. ده كده شكل المطبخ، والرخامة كانت هادية جدا. هنا العروسة كانت عاملة نيش ديكور في المطبخ. حاولنا طبعا نحط فيه حاجات كديكور. حطينا فيه هنا أطقم كاسات. ده طقم كاسات ألوان، وجنبه هنا دول فنجانين قهوة. هنا دي كوبايات لونها فضي. هنا ده برضه طقم كاسات ألوان. الحاجات دي ما تبقاش استعمال، يعني مش هي الاستعمال دي كمنظر وديكور. برضو هنا دي أطقم كاسات، وتحت برضو كوبايات، وتحت برضو كاسات. حاولنا نشكل، يعني كل رف بيكون برصة معينة. ده شكل نيش المطبخ. ده كده شكل المطبخ. دي الرخامة بتاعة المطبخ. نفتح هنا نشوف أول حاجة. هنا حطينا كوبايات وكاسات. أو بنحط الحاجات الاستعمال الأول قريب من ايديها، وبعد كده نحس الحاجات اللي هي مش استعمال أوي بنحطها فوق. فوق حطينا أطقم كوبايات ألوان. تحت اللي هي حاجات الكريستال بتبقى أكتر استعمال. هنا لميت لها كل الأجهزة الكهربائية فوق البوتاجاز، العجان والكاتل والهاند بلندر والخلاط. الحاجات اللي هي استعمال برضو خليناها في الرف اللي تحت، واللي مش استعمال قوي بنخليها فوق. يعني هنا حطينا الخلاط والكبة والهاند بلندر، الحاجات اللي هي بتستعملها يوميا. وفوق الحاجات اللي مش بتستعملها قوي. هنا برضو حطينا كوبايات بالمقاسات المختلفة، كاسات. هنا دورق بالكوبايات بتاعته. هنا دي كوبايات ألوان. دي كده الرخامة حطينا عليها حاجات الاستعمال. هنا دي الرشاقة بتاعت الأطباق. حطينا فيها ده طقم عشاء. كان هنا التنظيم بصراحة ومنظر المطبخ، الديكور بتاعه كان حلو جدا. هنا حطينا صواني، كوبايات بالمقاسات برضو. فوق برضو حطينا كوبايات ومجات ألوان مع سادة، بحيث ان بيدي شكل تحفة. بصراحة المطبخ هنا حاجة شيك جدا. ده هنا برضو حطينا كوبايات بالمقاسات زي ما احنا متعودين. هنا برضو نفس النظام. بصراحة مامة العروسة واخت العروسة وقرايب العروسة بسم الله ما شاء الله، الناس في قمة في الذوق والاحترام. الناس اللي هي تدخل القلب بصراحة، ما تنساش ابدا. كنت مبسوطة جدا انا موجودة معاهم، ربنا يكتر افراحهم يا رب. هنا بقى حطينا الطواجن البايركس، الصواني البايركس كلها جمعناها في رف. هنا برضو حطينا فوق البورسلين والبايركس والبولات الازاز. كل الحاجة الازاز خليناها هنا فوق الميكروويف والفرن. تحت هنا حطينا جمعت لها في رف الطاسات والصواني الجرانيت والتيفال، وتحت طقم تيفال. لا، اللي تحت ده طقم حلل سيراميك. هنا ده حطينا هنا حاجات الاستانلس. تحت طقم حلل استانلس، وفوق حلة الضغط والحلة اللي هي بالمصفاية، وطاجن بغطا ستانلس. هنا كانت العروسة حابة طقم العشاء، عندها طقم عشاء تاني ان هو يبقى قريب من ايديها. رصته لها الرصة الحلوة دي. عجبني جدا. هو طقم عشاء مع طقم تاني بورسلين. يا رب يكون شغل عاجبكم وواضح. برضو هنا كانت حابة طقم حلل يكون قريب من ايديها. ده طقم حلل جرانيت. الرخامة كانت حاجات بسيطة. دي برضو الرخامة. هنا جمعنا ده طقم حلل تلاجة، صاج ومعاه حاجات ألمونيا. وتحت برضو لمينا الحاجات الألمونيا، صواني الفرن والطاسات يعني جمعنا كل حاجات الألمونيا اللي هو بنات دلوقتي مش بتحب تستعملها أوي.
وكده يكون معانا المطبخ خلص. هستنى رأيكم، تقولوا لي رأيكم في رصي وشغلي. ما تنسوش تدعموني باللايك وكومنت حلو، دعوة حلوة. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله من فيديوهاتي. فرش شقتك اكيد احلى مع ام احمد المصري. مع السلامة.